ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفتم الصحة، وكل سنة وحضرتكم طيبين. انا دلوقتي يا جماعة هعمل لكم النهاردة فيديو جديد. هعمل طريقة الممبار، طريقة عمل الممبار. ماشي، انا جبته كده. انا طبعا انا اللي نضفته في البيت، كنت جايباه مش متنضف يعني. بصوا يا جماعة، انا جبت الممبار كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده ايه، جبته وجيت في الحنفية كده، بقيت احطه من فوق كده يتملى مية وارجه. على فكرة انا كنت قلباه على الوش التاني، يعني انا قلبته ودخلت في قلبه المية زي ما انتوا شايفين كده، وبغسله غسيل نظيف. طبعا اهم حاجة يا جماعة غسيل الحاجات دي. وطبعا احنا فاهمين وعارفين اكيد يعني الحاجة دي بيبقى فيها زفارة وكده، فلازم يدخل لها الخل والليمون والحاجات دي عشان ايه، يعني تقطع الزفارة واي حاجة. ماشي، ما تنسونيش اهم حاجة في اللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. واهم حاجة تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وبإذن الله الطريقة هتعجبكم، يا رب تنول اعجابكم. بتمنى يعني بتمنى بجد اي حاجة بعملها تنال اعجابكم. هنا انا غسلته زي ما انتم شايفين اهوت، غسلته غسيل نضيف خالص، ما فيهوش حاجه، نضيف اهوت زي الفل زي ما انتم شايفين اهو. هروح المطبخ كده، انا محضره الحاجه بتاعته. طبعا هنا ايه في عندي انا لما بعمل اي محشي لازم عندي الفلفل ده، اكيد لازم في المحشي، هما بيحبوه. فدول كانوا عندي يعني، فطلعتهم كده. هعمل حله صغننه خالص. وهنا دي الطماطم طبعا، ودي خضرة المحشي، وهنا الممبار بوريهولكم اهوت نضيف زي الفل. نقعته يعني حطيته كده ايه، نقعته في شوية ملح وكده. وهنا ديت معلقة توم صغيرة، وده البصل بتاعي، ودي التوابل. يعني هو طماطم، هو محشي الخلطة بتاعت المحشي العادية، اي محشي يعني، بصل وطماطم وخضرة محشي، وطبعا اكيد التوابل وكده. ماشي، هنا جبت السمنة زي ما انتوا شايفين كده، وبسيح السمنة عشان ايه، طبعا انا ايه، بحب الإدام في السمنة في السمنة. معلش يا جماعة متلخبطة، بحب الإدام اليامة في المحشي. بحب احط سمنة واحط زيت. ولما كان بيكون عندي مثلا مخزنة حتة دهنة او ليا ولا كده، بحط ايه، بحط برضو ايه حتة وكده. هنا نزلت كده بالبصل بتاعي، مخرطاه خطط صغيرة. وهنا حتة التوم اللي هي معلقة التوم الصغيرة دي، بتفتح طبعا ريحة الحاجة كده، بتخلي ريحة الخلطة، بتخليها ريحتها جميلة. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسونيش في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت يا ريت يا جماعة يعني تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني اي حاجة انا بعملها. ماشي، هنا نزلت كده انا بالطماطم بتاعتي، وطبعا طماطم ياما كده عشان يكون المحشي بتاعي كده هوت الرز يكون احمر ما يكونش ابيض وكده. بحب انا اصلا اعمل طماطم ياما خالص. هنا انا شطفته من الملح. الملح ده يخليك يعني يسرد معاكي لو في اي حاجة يسردها كده. انا كده طلعته من الملح كده. انا بعمل ايه، بقطع بقى المقاس اللي انا عايزاه. بص كأنك بتفصلي حاجة اللي انت عايزاه، يعني كبير صغير اللي انت عايزاه. انا بعمل ايه، المقاس اللي انا عايزاه يعني كده يعني. فبقصه بعد ما نغسل حلو. والملح برضو انا كنت غسلاه غسيل يعني انتوا شفتوه. ولما نقعته شويه في شويه ملح وكده وعصره ليمون وشويه خل. جيت انا ما وريتكوش اللقطه ديت، لما جيت اشطفه كان على الوش كده زي حاجات بيضة كده. طبعا الليمون والملح والخل مع بعض اتفاعلوا مع بعض كده، فوروا الحاجات اللي كانت فيه، اللي انا مثلا ممكن ما كنتش طلتها يعني حلو. ماشي،
زي ما انتوا شايفين اهوت. انا ليه بقطعه كده بالمقاس اللي انا محتاجاه يعني وكده. انا بحب الممبار يكون الصبع صغير مش كبير. ما بحبش الصوابع الكبيره دي، بيبقى شكلها بصراحه يعني ايه، مش حلو. انا بحب الصوابع اللي هي الصغيره دي. ماشي زي ما حضراتكم شايفين كده. وبرضو بعد ما قصيته برضو شطفته تاني، وحطيت عليه حتت ليمونه كده، قطعتها حتت صغننه قطع يعني كده، وحطيتها كده من فوق. ماشي بوريهولكوا اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده. ادخل بقى على الطماطم بتاعتي، بشوفها كده ايه يعني اتسبكت ولا لسه كده، فبقلبها تقلبتين كده. انا متعوده احط يعني معلقه سكر في الطماطم. وهي اي طماطم بسبكها لاي طبيخ عندي بطبخه بحط معلقه سكر. حطيت الخضره بتاعتي والشبت. بصوا يا جماعه، بجد انا لما باجي اقطع الخضره بالسكينه والشبت بتوجع ايدي يعني بطريقه غبيه. فبجيب المقص كده بتاع المقص العادي عندي، وبقص بيه الخضره حلو جامد يعني. هيوفر وقت وبرضه تعب ايدينا وكده يعني. عشان انا كنت كل ما اعمل المحشي بنع هم الموضوع ده، عشان بجد بيوجع ايدي جامد يعني. ماشي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت التوابل بتاعتي، حطيت ورق لوري، حطيت هنا الكمون، وطبعا وهنا البهارات، وهنا وبرضو هحط الملح، وهحط توابل المحشي شريان توابل كده، اللي هو الكيس الجاهز دوت اهوت. ماشي والريحة يا جماعة مش عايزة يعني، مش عارفة يعني الشكل اصلا اهوت. الحمد لله باين يعني الريحة تحفة تحفة تحفة. الريحة في منتهى الجمال. جربوا مش هتندموا. متنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، اهم حاجة عندي عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش برضو تعلقولي، عشان تعليقاتكم بجد بتفرق معايا وبتخليني بكون عايزة اعمل اي حاجة كده تعجبكم وتنور رضاكم. وبنبسط جامد لما حد بيكون مثلا بيشجعني او مبسوط بالحاجة اللي انا بعملها يعني. فعلقولي وقولوا رأيكم. هنا انا بجيب اللي تحت فوق لان في طماطم تحت وايه، وبقلب كده ايه الخلطة بتاعتي عشان كلها تتجانس مع بعضها كده. انا حطيت على فكرة، كنت جايبه مرقة دجاج 2 كده، فرطتهم برضو في الرز. ماشي يا جماعة اهو زي ما حضراتكم شايفين. لازم اخليها كلها كده يعني بقلبها كلها كده، اخليها كلها على بعضها كده. طماطم والخضر اهو. بعد ما خلصت كده الخلطة معاكم اهو، بصوا بقى كده اهوت انا بحشي اهوت. ماشي بتفتحي كده، بتحطي كده يعني ايه صبعينك كده في صباع المحشي، صباع الممبار، وتحشي كده بالايد التانية كده. خليكي شاطرة كده وما ما توقفيش على حاجة يعني. اعملي انتي كل حاجة بنفسك كده وتعلمي يعني كده ايه بإذن الله كل حاجة تعرفي تعمليها. وطبعا يا جماعة مفيش بيت في مصر يعني ما بيعرفش يعمل، او امك مثلا ما تكونش عملت الممبار قبل كده قدامك او اي حاجة، اكيد يعني. واللي مش بتعرف برضو تتعلم اهو. انت بقى يعني بعد ما تحشيه تخليه كده يعني تتك عليه كده، تخليه ايه مش مش مكبوس جامد بالرز. لا تنزلي بايدك لتحت كده بحيث ان هو ما يكونش مكبوس بالرز جامد، عشان لما تحطيه في الشوربه بتاعته الميه اللي احنا حاطينها على النار دي ما يطلعش رز في الميه وكده. على فكره يا جماعه الشوربه بتاعته بتبقى جميله خالص، وانا من الناس اللي بتحب الشوربه بتاعته. بصوا زي ما شفتوا كده، تمسكيها كده ما تكبسيهاش جامد اهو.
وبعدين يعني لما قصيته عملته كده ايه حجمه متوسط كده حلو يعني، حتى في التقديم بيبقى شكله حلو اهو. انا هعمل معاكم شوية كده بوريكم يعني ازاي. بصي تفتحي كده، ولا هتستخدمي بقى الحاجات اللي بيشتروها عشان يعملوا الممبار، ولا بتصعبي حاجة على نفسك، كله سهل في سهل، مفيش حاجة صعبة. مش لازم تجيبي بقى المكنة اللي هي بتاعت الممبار او المحشي والحاجات دي كلها. ده انت مش هتاخدي اصلا في عمايله ربع ساعة، وربع ساعة ياما كمان يعني. مش هياخد حاجة معاكي في ثواني كده، هتلاقي نفسك حشيتيهم وانت واقفة على الرخامة كده اهو. تمسحيه كده بايديكي عشان ما يبقاش فيه رز من بره، ويملى الحلة اللي انت حاطه فيها المية ديت يملاها رز اهو. يا رب يعجبكم يا جماعة. الطريقة بتاعتي سهلة خالص وبسيطة، مفيش اسهل من كده، مفيهاش اي صعوبة. انا هعمل الكمية كلها يعني هعمل معاكم شوية، وبعد كده هعمل الكمية كلها يعني عشان الفيديو ما يطولش عليكم اهو يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا لو تلاحظي الماس كل واحد عشان يطلع شكله حلو. وطبعا الفلفل برضه هحشيه، لان بصوا زي ما انتم شايفين الرز ياما هو مش شوية يعني. ممكن تعملي جنبه اي محشي، ورق عنب، كوسة، بتنجان، اي حاجة اهو. كده انا عملت الكمية بتاعتي كلها بوريها لكم اهو. كنت انا بقى ايه طبعا بوريكم. هو الفلفل هعمله برضو غالية مية اهوت، وحاطة فيها ورق لوري، وحاطة فيها فلفل وكده يعني. هنزل بالممبار. وهنا بوريكم برضو المحشي اللي هو الفلفل حشيته اهوت. وبرضو الرز اللي هو بالخلطة ده برضو ما شلتهوش ولا حاجة، حطيته كده وجبت شوربة من التلاجة، حطها يعني في الفريزر عندي الشوربة ديت، ورحت عاملاه عملتها رخ. هنا بقى هنزل كده ايه، هنزل بالممبار كده، بس بمسك من الطرفين، ما بحبش احطها مرة واحدة كده. بيطلع الممبار بيطلع يعني مش بيطلع مفروض كده، ما بيبقاش متني، بيبقى عامل زي شكل نص الدايرة كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده. نسيت اقول لكم الميه برضو كنت حاطه فيها شويه ملح كده، وبرضو نص مكعب مرق دجاج، لان انا حاطه اصلا في الاول اهو. انا كده ايه بحط الممبار. هو الممبار دوت كيلو يعني، كيلو بس فرط ياما بصراحه، عمل ياما يعني اهو. بصوا صغيره وجميله ازاي، بحب الشكل ده بشكل الممبار لما يكون ايه الصبح صغير كده. وهنا كده ايه انا خلصته طبعا، حمرته وكده. وده كان الشكل النهائي بتاعه اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. ده شكل الممبار. وطبعا الرز اللي هو بالخلطة ده عملته طعم ولا احلى حاجة. بصي لذيذة كده وطعمها جميل اهي. بص اهو زي ما انتوا شايفين طعمه حلو خالص. وبرضو الفلفل اهو. ويا رب يعجبكم كده اهو، وتصبحوا على خير.